Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم محمود السيد من قناة محمود حودة تي في. النهارده هنتكلم عن طلاب الثانوية العامة ليه ما بيحلوش في الامتحانات، ليه بيجوا في الامتحانات الإنجليزي والعربي يقول لك الامتحان صعب ومش عارفين نحل. احنا النهارده هنستخدم قانون البتنجان المخلل في تحليل هذه المسألة، وهنعرف ليه الناس دي ما بتحلش. أنا بصراحة زعلان قوي، زعلان في الموضوع ده. عارفين ليه طلاب الثانويه العامه مش بيحلوا في الامتحانات وفي ناس كتير منهم بتسقط؟ على فكره مش ذنبهم، لان السنه ما فيهاش الا 365 يوم بس. باستخدام نظريه البتنجان المخلل في تحليل السنه، دلوقتي هنحلل السنه قدامكم. الطالب عنده وقت قد ايه ممكن يذاكره؟ لو قلنا السنه فيها 365 يوم، وعندنا كام جمعه في السنه؟ عندنا 52 جمعه، وطبعا الجمعه يوم راحه، ما حدش بيذاكر يوم الجمعه علشان اليوم ده المفروض انك تهدئ اعصابك عشان تعرف تذاكر الايام الجايه. يبقى كده متبقي معانا 313 يوم في السنة. عندنا تاني حاجة الأجازة الصيفية 50 يوم، دي حاجة عادية طبعا. يعني أنت بتبقى داخل من السنة لسنة بيبقى في أجازة صيفية 50 يوم اللي هي راحة كده عشان تشم نفسك عشان تعرف تذاكر بعدين. متبقي معانا كده 263 يوم. تالت حاجة معانا النوم. طبعا أي حد هنا فينا بينام، يعني مفيش حد اسمه بينامش. بتنام قد إيه؟ 8 ساعات. إيه بتنام 10 ساعات؟ لا هنحسب بس على 8 ساعات بس في اليوم. لو انت بتنام 8 ساعات في اليوم ده معناه انك بتنام 122 يوم في السنه، يعني بقى متبقي معانا كده 141 يوم في السنه. رابع حاجه اللعب. ايه مش هتلعب خالص؟ مش هتلعب يعني؟ لا ده حاجه يا ابني عاديه يا ابني، والله يا حد بيلعب ساعه واحده بس. ايه مش عايز عجل ابوك؟ هات لابوك كده قول هي ساعه واحده بس يا حاج، يخليه ملوش حل. الدكاتره اتكلمت معاهم في الموضوع ده، قالوا لي العب ساعه واحده بس في اليوم هتخليك انسان نشيط وسعيد وجميل. ساعه واحده بس في اليوم معناه انك هتلعب 15 يوم في السنه. متبقي معانا كده 126 يوم. خامس حاجه ساعتين يوميا للغداء والعشاء والفطار، ده حاجه عاديه اي حد بياكل. مش هتاكل خلاص؟ كل ده بسبب الثانويه يا اخي. في الثانويه يا اخي اهم حاجه صحتك. مع ان عارف اللي في ناس بتاكل اكتر من 5 ساعات في اليوم، ان الساعه الاكله الواحده ممكن ياخد فيها ساعتين، ساعه ونص، بس احنا بس هنحسبه ساعتين بس في اليوم علشان نسيب لك وقت تذاكر وتشوف مستقبلك. معنى انك بتاكل ساعتين يوميا ده معناه انك بتاكل حوالي 30 يوم في السنه، ويبقى متبقي معانا 96 يوم. سادس حاجه هنقول ساعه واحده بس. ايوه ساعه، هي ساعه واحده بس، ساعه واحده بس للتحدث والكلام مع الناس، ده حاجه عاديه. الانسان بعته ايه؟ انسان اجتماعي ولا هتنكر؟ شايفك اللي هتنكر. ايه يا عم الانسان اوعى الانسان بعته انسان اجتماعي. وبكده نقص 15 يوم ساعه للتحدث والكلام، بقى معانا 81 يوم في السنه. ايام الامتحانات في السنه حوالي 35 يوم. طبعا ما حدش بيذاكر ايام الامتحانات. بتذاكر؟ ماشي بتذاكر، بس انا بتكلم على الوقت اللي انت بس كده اللي هو يتساب لك علشان تذاكر فيه. ماشي معايا صح؟ يبقى ايام الامتحانات بتساوي 35 يوم، يتبقى معانا من السنه 46 يوم. هو رقم ياما يعني. المهم الاعياد والاجازات والمناسبات الوطنيه خلاص ما عادش هتعيد، ما عادش تاخد اجازات لنفسك، مش هتحضر العيد بتاعنا. الثانويه العامه هتعمل فينا ايه؟ أنا بصراحة زعلان قوي، زعلان. الاجازات والاعياد حوالي 40 يوم، يبقى متبقي معانا 6 ايام. لو قلنا بس 10 دقايق في اليوم بتغير فيها هدومك او بتعدل شعرك، 10 دقايق بس في اليوم، مع ان عارف انت بتعمل اكتر من كده، بس اقول 10 دقايق بس، ده معناه انك بتستخدم 5 ايام في السنه بتعمل كده. يبقى كده فاضل لنا يوم واحد بس. ايه مش ناسي حاجه؟ مش ناسي؟ يا ابني انت تايه يا ابني في ايه بس؟ يوم عيد ميلادك يا ابني. كل سنه وانت طيب، عامل ايه؟ يبقى كده متبقي معانا. لا مش ممكن، مش ممكن يبقى. قبل ما ينتهي الفيديو احب اقول لك نصيحه. انا كمحمود كنت في ثانويه عامه زيكم بالظبط، فكان عندي امتحان، فرحت طبعا دخلت الامتحان وحليت والدنيا جميله خالص. طلعت من الامتحان كل اللي قبله يقول لي انت حليت السؤال ده غلط، اقول له ايوه. يبقى كل واحد يقابلني يقول لي السؤال ده كان كذا، اقول له لا انا ما حليتوش كده، يقول لا ده هو كده. قلت بس انا شلت الماده، الدنيا بقت في البلاله. رحت راجعت مع نفسي في البيت واجمع من هنا 5 درجات وهنا اقول انا خدت 5 عشان اجمع لنفسي اجيب لنفسي 30 درجه. مفيش امل خلاص. جه يوم النتيجه وبص لقيت نفسي جايب 56 من 60. اعمل لايك واشترك في القناه. انا عايز اقول لك يعني من الكلام ده انك ثق في الاجابه اللي انت حلتها، ما تقلقش خالص. طول ما انت تعبت في حاجه او ذاكرت فيها ربنا مش بيضيع تعب حد. لا يمكن لورقه امتحان سخيفه ان تحدد مستقبلك. ده مش كلامي، ده كلام عمك توماس اديسون. سلام.